افلام حمايه ولا جرافين؟ افلام حمايه ولا جرافين؟ تختاري فيهم افلام حمايه ولا الجرافين؟ انت كده كده لازم تختار الانسب. طبعا الانسب ليه العوامل اللي انت عايز تحافظ على عربيتك منها زائد السعر. هنا الافلام هتحافظ على العربيه من الخرابيش المتعمده والسطحيه والمتوسطه. الجرافين هيحافظ على العربيه من العوامل الجويه الطبيعيه وحكات العربيات الطبيعيه. انت كده هنا الاختيار ليك انت، جرافين ولا افلام. يعني ايه الانسب؟ الطقس اللي انت فيه او الجو اللي انت قاعد فيه هو اللي بيحكمك ايه نوع الحمايه اللي انت محتاجه. جو صحراوي ايه اللي بيغسل العربيه؟ ياخدها فوطه زفره في دريل وصابون بيدمر اصلا اي عربيه ويدمر افلام الحمايه الجرافين. فما يجيش حد يقول لك انا بعمل جرافين ضد الفوطه الزفره، وما فيش حد يقول لك بعمل افلام حمايه ضد الفوطه الزفره. ايه الانسب؟ الانسب لو هتحط جرافين هو اللي هيساعدك في حته الشمس والندى والكيماويات والمشاكل اللي بتخلي العربيه تطفي وتكشف دهان. لكن الجرافين بقى السؤال المهم، ضد الخرابيش؟ لا، الجرافين ضد الحكات بتاع العربيات. ورنيش في ورنيش الجرافين هيأمنك، لكن مسمار مفتاح حاجه خشن حاجه عنيفه حاجه مقصوده الجرافين مش هيحميك فيها. الافلام شمس كتير بتقلل عمر الضمان بتاعها، ولو الفيلم مش مظبوط هتبوظه. وخلينا كلامنا كله على الافلام المظبوطه. شمس تبوظها، فوطه زفره تبوظها. حمايه من الخرابيش متوسطه وسطحيه. عنيفه الحمايه في الحاله دي 50%.